ما تزقش. الله، هتطردونا من الجنه يعني؟ اوعى ياض ايدك ياض. انت عارف القميص ده يساوي كام؟ ولا انت مستوي عليا باليونيفورم اللي انت لابسه؟ قابلني بقى بعد ما تغيره. ايه صلي على النبي، في ايه؟ صلي، روح انت وهو شوف شغلك. يا ابني ما تعملش مشاكل لنفسك، دي ناس مؤذيه ومش هتسلك معاهم. ايه بس يا حاج عربي؟ ده احنا بعون الله قدها وجنود. ادعي لي بس ان ربنا يوفقني واخلص من الموظفين اللي مخها تعبان دي. الروتين واكل دماغها. ياه، لو بس اقابل رئيس الصندوق واشرح له المشروع بتاعي هيتبسط مني جدا وهيمضي لي على الورق بتاعي على طول. هو في حد بيعرف يقابله يا ابني؟ ده انا من يوم ما اتعينت هنا ما شفتوش غير مرتين اتنين بس، حتى لما بيطلع بالعربيه بيبقى مطلع الازاز الاسود، وانا يا ابني ما بشوفوش. وكمان ازاز اسود؟ ليه يعني؟ فاكر نفسه سعد الصغير؟ ده لوكيشن هايل. اوكي اوكي حلو قوي، ليتس دو ات. نعمل بروفا الاول. اوكي. داير. في هذا الشارع تقع اغلب مراكز صنع القرار في مصر، مجلس الوزراء، مجلس الشعب والشورى، وعدد من الوزارات السياديه. لكن كل هذه الاماكن قديمه في تواجدها في هذا المكان. المكان الجديد الذي دخل إلى ساحة صنع القرار وبقوة هو مركز معلومات مجلس الوزراء الذي تعتمد عليه الحكومة الجديدة في سعيها لتحديث مصر. جوليا نادر، ABC، كايرو. يا ابن اللئيمة يا هيمة، ده انت حدوتة والشغل سيمة سقيمة هبطة ملتوتة. لا يا ابن دنيا دماغ عالي وعلم هو، رجولة ومروة من برا ومن جوه، ولا قوة تقدر تشيل من حقه فتفوتة. يا ابن اللئيمة يا هيمة، ده انت حدوتة. الحقونا يا ناس، انجدونا يا حكومة، بنداس في بلدنا يا خلق. نعمل ايه بس عشان نعدي الشارع يا اخوانا؟ انا مستقبلي ضاع خلاص. هو الشاب مننا حيلته ايه غير رجليه ودماغه؟ الدماغ بايظه اصلا والرجلين هي حصلتها. آه 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 آه. ما تقوم يا ابني، انت هتقعد تولول. في ايه؟ انت خبطته؟ والله ما جت جنبه يا باشا، ده هو اللي رمى نفسه عليا. ايه ده؟ هو انت سواق الباشا؟ مش تقول هي ناقصه توتر؟ معلش يا باشا، القمالك مش قادر اقوم. تحب تنزل لي انت؟ انت ايه حكايتك يا اخينا؟ لا ما تشغلش بالك يا باشا، انا اجيلك. والنبي ساعدونا يا اخوانا، ساعدونا نروح للباشا الله يخليكم. خلاص يا اخوانا، خلاص يا اخوانا، حصل خير، حصل خير. خلاص انا هتنازل عن حقي، اصل احنا ما بنقبلش العوض. عوضنا على الله بقى. عوض ايه وحق ايه؟ انت حكايتك يا اخينا بالظبط؟ حكايتي نفسي احكيها لك يا باشا. بقالي سنة ونص بتمرمط على ايدين موظفين سعادتك، وكل ما اقدم ورق يرفضوه من غير ما يدوني حق اتظلم او حتى اعرف هم بيرفضوه ليه. قلت بقى ما قداميش غير سعادتك. تقوم ترمي نفسك قدام العربية عشان تلقح بلاويك علينا. يا باشا ايه الاسلوب ده يا باشا؟ ده انا غضروفي واجعني من خبطة العربية ومش عايز اتكلم. ده تفكير اجرامي بقى. خدوا الواد ده سلموه للبوليس وشوفوا حكايته ايه. البوليس ليه بس يا باشا؟ ده موضوع ما بيننا جوه الصندوق، ليه ندخل فيه الغريب؟ بلاش كلام فارغ، خدوه يلا، مستنيين ايه؟ هو ايه اللي حصل بالظبط؟ وانت مالك؟ انت مين اللي اذنك تصوري؟ انا جوليا نادر، مراسلة ABC في القاهرة. ممكن نعرف ايه اللي حصل؟ ABC. ابدا، مسألة بسيطة. ولد رمى نفسه قدام العربية بتاعتي عشان يبتزني وياخد تعويض عن إصابة وهمية ما حصلتش، لكن تأكدي إن الموقف كاملا تحت السيطرة. بسم الله ما شاء الله، خيال سعادتك واسع شوية يا باشا. مدام ABC، أنا رميت نفسي قدام العربية من غلبي عشان مش عارف أقابل الباشا. رميت نفسي قدام العربية عشان آخد حقي اللي مش عارف آخده بالكوسة. الكوسة يعني بوتيتوس، ده بالإنجليزي طبعا. قصدك إيه؟ أنت هتلبخ؟ خدوه فورا، وأنا طالع على اسم قصر النيل أقدم فيك بلاغ رسمي. اوعى
اوعى شيل ايدك، انتوا باي حق تمسكوني كده؟ هو انا فجرت نفسي قدام العربيه؟ ده انا حيالله اتكعبلت قصادها. هي الحكومه منعت الكعبله يا كابتن؟ انتوا واخدينه على فين؟ ممكن لو سمحت اعرف تعليقك على الاتهامات اللي وجهها الشاب ده ليك؟ اتهامات ايه بس؟ ده كلام فارغ. انتوا ما تصدقوا تضخموا الحقيقه مهما كانت تافهه. يا ساتر. طب ممكن نعرف ايه الحقيقه؟ سعادتك اتصل بالعلاقات العامه وحددي موعد وانا هديك الاخبار اللي انت عايزاها. صوري يا ست اي بي سي، صوري ونزلي اللي بيحصل ده في نشر الستة بتاعتكم. شايفه الشده دي؟ والنبي تقربي من وشي، صوريني كده وانا سليم، عشان اكيد هاخد علقه ما كلهاش كبار في المطلع. خلاص؟ مفيش وطنيه؟ مفيش احساس بالمسؤوليه؟ عايز تسوق سمعه مصر؟ حد يستجري يمسها بكلمه يا باشا؟ ده انا كنت اولع فيه يا باشا. احنا ناس بنحب بلدنا. هو اللي بيحب بلده يعمل كده برضه؟ هي البلد ناقصاكوا؟ مشكله داخليه، ايه اللي يخليك تدخل فيها تلفزيون اجنبي؟ ما تنطق يالا. باشا هو انا هربت بره مصر ولا ايه؟ ده انا وقعت من السما لقيت الاي بي سي دي استلقتني. وبعدين بقى بصراحه لولاها كان السيد رئيس الصندوق لبسني قضيه امن دوله. ومين قال لك مش هتلبسها؟ هو اللي انت عملته ده شويه؟ ليه بس كده يا باشا؟ ده انا وقعت قدام العربيه، اما لو كنت وقعت جوه العربيه كنت عملتوا فيا ايه؟ هو انتوا مثبتين فيا ليه كده يا اخوانا؟ هو انا ههرب؟ سيبوها اما نشوف ايه اخره. انت ايه حكايتك يا في حد مسلطك تعمل كده؟ انا هعترف، انا بشتغل لمصلحه مين يا باشا؟ يا نهار ابوك اسود، انت يالا بتشتغل لمصلحه مين؟ بشتغل لمصلحه ابويا وامي واخواتي يا باشا. انت هتستعبط يالا؟ انت شكلك كده هتتعبني معاك. اتعبك ليه بس يا باشا؟ ما انا عمال احكي لسعادتك من الصبح حكايتي، مش عايز تصدقني ومصر تطلعني عامل عامله. باشا انا عايز اقدم بلاغ في السيد رئيس الصندوق. انت كمان اللي هتقدم بلاغ؟ ده انت الجاني يالا، انت نسيت ولا ايه؟ جاني مين يا باشا؟ ده انا ضحيه. اعمل لي بقى شويتين بتاعت انا ضحيه الظروف والكلام اللي ملوش لازمه ده بتاع الناس اللي ماشيهم بطال. لا من فضل سعادتك يا باشا ما تجرحش كرامتي، انا عارف حقوقي كويس. حقك؟ كسر حقك. الله يا باشا انا من حقي اتعامل كويس. هو كان حد داسلك على طرف؟ ما تنطق يالا، حد لمسك؟ يا باشا انا لسه هستنى لما اتلمس. بعد اذنك يا باشا انا لازم اكلم المحامي بتاعي، ده محامي شاطر قوي في قضايا حقوق الانسان، وانا بحذركم ما تورطوش نفسكم معاه. واسمه ايه بقى المحامي بتاعك؟ اسمه محمد. انا الصراحه مش فاكر اسمه الثلاثي دلوقتي، بس لو هديت شويه كده هجيبه ان شاء الله. والله طب يا سيدي لما تفتكر بقى يبقى تعالى قول لي. لا اهو في التخشيبه لغايه ما يجي له محمد. النهارده واحنا بنفتتح اول مشروع لجمعيه النهضه المراه المهمشه في عزبه خير الله، انا عايزه اشكركم كلكم لان الفكره جت منكم. انتوا بايديكم تثبتوا ان كل ست تقدر تبقى ب100 راجل. انا ما انساش اول مره جيت مع وفد الجمعيه علشان نقدم لكم مساعدتنا. ازاي كلكم رفضتوا وقلتوا بمنتهى عزه النفس انكم مش عايزين صدقه؟ انتوا عايزين اللي يساعدكم انكم تكسبوا من عرق جبينكم. موقفكم ده بهرني وهزني ونورني طريق جديد. احيانا الناس ما بتبقاش عايزه اللي ياخد بايدها قد ما بتبقى عايزه اللي يمهد لها الطريق. قصدي يعني يشيل منه الحفر والمطبات ويساعدها على المشي. وهو ده اللي احنا عملناه لكم. وكل واحده فيكم بقى وشطارتها، اللي هتشتغل اكتر هتكسب اكتر ومكسبها هيروح لها. احنا مش هناخد منه اي حاجه لان احنا مكسبنا الحقيقي هو وجودكم هنا قدام بالفرحه اللي تعملوها. تفتكرين انا باسمي واسم كل النسوان اللي هنا بنتشكر لك انت وجمعيه المراه المهشمه. المهمشه يا فندم لو ان دي ان شاء الله من النهارده لا في تهشيم ولا تهميش. لا تهشيم ولا تهميش، لا تهشيم ولا تهميش. انا عايزاكم تبقوا فخورين بنفسكم لانكم ما قعدتوش تبقوا على لبن المسكون وترموا كل حاجه على الظروف والحكومه. لا، انتوا قررتوا تغيروا حياتكم بايدكم وما قعدتوش تسخروا من حياتكم وقصد وفصل. للاسف ناس كتير بتعمل كده في البلد دي وتعودوا على كده، مع انهم لو بطلوا يتريقوا ويشتموا في حياتهم وحاولوا يغيروها اكيد حالهم هيبقى احسن بكتير. واد يا احمد قوم يا واد، قوم يا مسغود، قوم يا واد. ايه ياما في ايه؟ قلت لك ما عنديش محاضرات النهارده، سيبيني انام. طمني على اخوك، قلبي بينغز عليا من الصبح. قوم يا طمني
عليا ياما هو هيما عيل ماله ياما؟ ايه اللي هيجراله؟ يخرب بيت فقرك، بقول لك قلبي مقبوض. والنبي ياما بطلي شغل الخرافات ده، قولي له هات الكرسي وهو يبقى كويس ان شاء الله. سيبيني انام بقى. يلا يا اللي تتشك في باطك بقى، لو هيما مكانك كان عمل كده. انا اقول له قلقان عليك، ده كان قام اتنطط يدور عليك. يوه اديني قمت يا ست، اطمنك ازاي عليه انا؟ اديني يا واد مسك كول. عرفت المسد كول ياما؟